انا هي اللي صفيت الراجل ماما، ودابا دارت بيا الدنيا وما عرفتش شنو غادي ندير. ماما وبابا تزوجوا زواج تقليدي، ولدوني ومن وراها بشي 3 سنين تقريبا توفى الوالد الله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور، ما عاقلاش فيه. ماما كانت خدامه وهازاني بسنانها، اي حاجه بغيتها كانت كتحضرها ليا. ما عمري حسيت براسي عندي نقص من جهه شي حاجه، كنا عايشين بخير، حتى حاجه ما ناقصانا، حتى النهار اللي ماما غتقرر انها تزوج فيه. ديك الوقيته انا كانت عندي 9 سنين، الوالده تزوجت زواج تقليدي هي وهاد السيد، هو كان فايت ليه مزوج ولكن ما عطاهش ربي وليدات. هزينا رحيلنا ومشينا سكننا معاه في دارو. الوالده ديالي كانت ديما كتوصيني، كتقول لي عندك يتصرف معاك ها ولا ها، وإلا وقعت لك شي حاجه معاه قوليها ليا. كانت كتخاف عليا لواحد الدرجه ما كتصوروش، بكثرات ما كانت كتسمع القصص والبنات الصغار شنو تيوقع ليهم، لا مع والديهم ولا حتى مع رجال تمواتهم. وماشي غير هكا، حتى الخوال والعمام راكم عارفين. الوقت خيابت وما بقاتش الثقه حتى شي واحد. المهم كانت ديما كتوصيني، كتقول لي لا تعامل معاك شي تعامل ماشي تلهي، دار لك شي حاجه جي قوليها ليا، عندك تسكتي. في ديك الوقيته راجل ماما كان مهلاي فيا ودايرني بحال بنته، ما عمري شفت منه شي حاجه ماشي تلهيه. وحتى ماما ما ولدتش دغيا، بقات واحد المده طويله عاد باش كتب لها ربي تحمل. هو منين سمعها فرح بزاف وما خلى ما كان كيدير على ماما، كان داير لها الخاطر بزاف. ولدات على خير، ولكن للاسف من ورا الولاده شد الاكتئاب. هنا ما بقاتش ماليه في راسها، ولات غير حزينه وغب وحدها، تكرفصات بزاف. هو بطبيعه الحال ما عجبوش الحال، خرجوا للجري للشواري، عينيه زاغت ودصر. واول حاجه غيديرها وغيبدا بها هي انا، حيت لقاني قريبه وسهله وصغيره وما كنعرفش. حنا كنا ساكنين في العروبيه، وباش نقرا خاصني نجلس في الداخلي. هذاك النهار جيت وما كانتش ماما في الدار، هو استغل الفرصه وتكرفص عليا، هددني وقال لي هادشي اللي وقع بيناتنا ما نبغيش نسمعو في شي بلاصه، ولا غتشوف مني شي تصرف عمرك ما شتيه. وهذه كانت اول مره يهضر معايا بديك الطريقه. خفت، نط كنجري مشيت للطواليت حاشاكم، سديت عليا الباب وبقيت نبكي 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 حتى داتني عينيا، نعست. ما غنفيق غير على صوت ماما كتغوت عليا، كتعيط ليا بسميتي وكتدق الباب. قالت لي واش انت هنا؟ قلت لها اه ماما هنا. قالت لي واش واقع لك شي حاجه؟ قلت لها لا. دخلت غير باش ندوش، فعلا دوشت وخرجت، تكمشت في بلاصتي. شحال وانا كندي ونجيب في التفكير اش غادي ندير ومني غادي نبدا. خفت منه، خفت نقولها لماما، ما بغيتش خويا يعيش نفس العيشه اللي انا عشت، ما بغيتوش يتحرم من باه ويعيش اليتم. كان خويا عزيز عليا بزاف وما بغيتيش يدوز من داكشي اللي دز منه انا. ضربت الطم وعشت معاهم بحال ما كاينه حتى شي حاجه. منين وقع لي ديك المشكل ما عرفتش لما نعاودو وما ثقت في حتى واحد، حسيت براسي مدمره بزاف ومصدومه. الشخص اللي حليت فيه عيني واعتبرته بحال با يتكرفص عليا بديك الطريقه، مرضت في صحتي مزيان ووليت غير باركه وكنلك في راسي. حتى النهار اللي غادي نتعرف فيه على شي بنات كانوا خارجين للطريق، عاشرتهم شي ايامات وارتحيت ليهم، بالخصوص باش وليت نتعاطى معاهم. كارو فانيد شراب، كنت كنحاول ننسي داكشي اللي وقع ليا. حتى النهار اللي غادي نطيح على وقفتي شداتني صاحبتي وداتني للسبيطار. هنا الطبيبه قالت لينا راكي حامله، وبسبب الشراب اللي كنتي كتشربو داكشي اللي كنتي كتعاطيه خسر لك بنادم، وخاصك ولا بد ديري الكورطاج. انا بقيت غير كنشوف. صاحبتي بدات كتضحك، قالت لها ويلي قال حامله اش من حمل. قالت لها رانا كيف كنقول لك البنت راه حامله وخصها دير الكورطاج في اقرب وقت. فعلا داروه ليا وخرجت مشيت في حالتي انا وصاحبتي. وهنا اضطريت انني نعاود ليها كلشي كاع اللي وقع مع راجل ماما. صاحبتي تعاطفت معايا ووليت انا وياها ما كنتفرقوش، سرها في سري وسري في سرها. كنت متقربه انا وياها لدرجه كبيره. هما ديك الطبقه كلها اللي كنت انا معرفه عليها كانوا ضاصرين بزاف، وداكشي علاش والديهم اضطروا انهم يدخلوهم للداخل، حيت هما ما قدوش عليهم، قالوا ان المشرفين في داك المركز غيقدوا عليهم وغادي يمشيوهم على الصراط المستقيم. ولكن هما بالعكس جروني معاهم انا، ووليت انا رجليا خارجه للشوارع معاهم، لدرجه ان لا بغينا نخرجوا كنقزوا الحيط، ومنين بغاو ندخلوا نقزوا الحيط. بقيت عايشه على هذاك الحال، دازت تقريبا 4 سنين على داك الكورطاج اللي كنت درت. في هاد المده كامله عمر راجل ماما ما عاود زعم دار معايا شي حاجه ماشي حتى لهيه. هو مره كيتبسل عليا ولكن انا ما كنساوقش ليه. حتى النهار اللي صحاباتي غيزعموني على واحد الفانيد، كانوا هما 2 حبات في ميكا صغيره وزرقاء. انا في الاول ما بغيتش، ولكن قالوا لي زعما راه معدو ما يدير لك، بالعكس راه غتحسي واحد الاحساس في شكل. انت مالك يا صاحبتي راه فيها الطرخف، حنا عايشين عمره وحده في هاد الحياه. بقاو كيعمروا لي في راسي
حتى خديته من عندهم. كانت ديك الليله ليله الجمعه، وفي ديك الوقيته فين كنرجع لدارنا غير خديته من عندهم ومشيت. اول ما دخلت للدار شربته. واش غادي نقول لكم، وليت غادا جايه ما لاقياش راحتي، حتى كنسمع في الباب ديال الزنقه تحل. هنا شدتني الخلعه وانا اضطرت مشيت للطواليت، سديت عليا